اللهم لك الحمد على أمر الله، اللهم لك الحمد على قضاءه، اللهم لك الحمد. لله ما أعطى ولله ما أخذ. بلغنا خبر وفاة أخونا وصديقنا سعود العتيبي أبو عبد الله، الله يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة ويتجاوز عنه ويشمله برحمته يا رب العالمين. والله إني من الساعة 4 الفجر صاحي، أول ما شفت الخبر رميت الجوال، جالس أفكر في صدمة الموقف. خاطري كلام والله العظيم إني ترددت كثير قبل لا أقوله، ولكن مؤمن بالله سبحانه وتعالى أنه سيسمعه لي قبل لا يكون لكم. الأمر الأول، الله سبحانه وتعالى يقول كل من عليها فان، ويقول كل نفس ذائقة الموت. ما في استثناء في هذا الأمر، كل نفس ذائقة الموت. الأمر هذا بيمر علينا كلنا مثل ما مر على اللي قبلنا، سنة الكون والحياة. الاستثناء الوحيد لله سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى مع كل ابتلاء ترى قاعد يصبر ويبشر. الله يقول في القرآن الكريم سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. شوف البشرى هنا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش فضلهم أو إيش عطائهم من الله سبحانه وتعالى؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله سبحانه وتعالى إذا أصاب الشخص بمصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، تسليم كامل لله سبحانه. الله يبشرك هنا أن مع هذا الابتلاء أن الله يصلي عليك وينزل عليك الرحمة ويكتبك من المهتدون، المهتدون اللي يدخلون الجنة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، العمر لحظة والحياة لحظة. في لحظة من اللحظات ستوضع نقطة نهاية السطر لك أو لصاحبك أو لشخص بينك وبينه عداوة. الله يقول في القرآن الكريم ومن عفا وأصلح فأجره على الله. في لحظة من اللحظات بيجيك خبر وفاة شخص، ما في طريق للرجعة، ما في طريق للاعتذار، ما في طريق إلا لقاء عند الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان صاحب الحق اللحظة هذيك الواحد وده يروح الجنة بدون ما يواجه أحد يأخذ منه حسنة واحدة. في لحظة تهرب من أمك وأبوك وأخوك وزوجتك وكل من تحب. فكيف إذا كان صاحب حق يطالبك تصالحوا مع من تحبون وأحببوا من شئتم فإنكم مفارقون. امشوا بهذه الحياة في سلام. في لحظة من اللحظات كل شيء بينتهي، يبقى أثرك الطيب، وإيش قلت وإيش وصلت وإيش سمعت وكيف كانت معاشرتك. في لحظة من اللحظات ما في أي عودة للاعتذار أو طريق للاعتذار نهائيا. استوصوا بأنفسكم خير. ترى لما أقول لك تصالح مع فلان أو عيش بسلام، ترى لنفسك قبل لا يكون للشخص الثاني. الله يجعل أثرنا طيب ويغفر لنا ولكم. الأمر كله خير، أمر الله كله خير، لا استثناء في هذه الحياة إلا لله سبحانه وتعالى. الله يرحمنا برحمته ويغفرنا إذا سرنا إلى ما عنده. ثقتنا بالله سبحانه إن بهذه الرحمات سيرحم كل من فقدنا ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا